طيب نبدأ يا شباب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبابي. إن شاء الله دلوقتي الدرس الثالث في الوحدة الرابعة هنتكلم فيه عن الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني. زي ما شفنا كده الدرس اللي فات اتكلمنا فيه على الثورة العربية وقد إيه الاحتلال البريطاني أو كيف استطاع الاحتلال البريطاني السيطرة على مصر كلها. ايه هو اسباب فشل الثوره العربيه. طيب تعالوا كده نعرف مع بعض هي سياسه بريطانيا كانت عامله ازاي في مصر وازاي اثرت السياسه البريطانيه على على الكفاح الوطني. تمام، ومين هم الزعماء الوطنيين اللي كافحوا ضد الاحتلال البريطاني. اولا بنقول ان مصر تحت الاحتلال البريطاني. سياسه بريطانيا في مصر قال لي أصبحت السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني. إيه المعتمد البريطاني ده؟ يعني سفير بريطانيا في مصر بيسمى المعتمد البريطاني. طب والخديوي يا مستر كانت دنيته إيه؟ قال لي لا، سلطة الخديوي فقط كانت التصديق على قرارات سلطة الاحتلال. يبقى هنا الحاكم الفعلي للبلاد كان المعتمد البريطاني، اما الخديوي هو طبعا هنا كان الخديوي توفيق اللي حط نفسه في البدايه تحت امر السلطه البريطانيه. كان مهمته التصديق على قرارات سلطه الاحتلال فقط. طيب سياسه الاحتلال البريطاني من الناحيه الاقتصاديه، قال لي فرض سياسه بتخدم مصالح بريطانيا نفسها. عمل ايه يعني؟ قال لي توسع في زراعه القطن. طب ده حاجة كويسة لمصر. قال لي لا، خلي بالك، هو توزع في زراعة القطن هنا لتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع البريطانية. يعني حضرتك بياخد القطن اللي انت بتزرعه يوديه بريطانيا، بريطانيا تصنعه ويرجعه لك انت مرة تانية. حارب الصناعة المصرية لتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق الايه؟ في السوق المصري. خلي بالي، ده هنا بيعمل عكس اللي كان بيعمله محمد علي. محمد علي أراد سوق مصري قوي لمنافسة الأسواق العالمية. تمام، هنا بيعمل إيه؟ ده بيبوظ الصناعة المصرية. مش عايز تبقى في صناعة مصرية علشان يقدر يسوق للمنتجات البريطانية في السوق اللي هي في السوق المصري. هو لو في صناعة مصرية هيقدر يسوق منتجاته؟ طبعا لا. هو مش عايز يبقى في صناعة علشان نعتمد احنا كمصريين على البضائع الأجنبية خاصة البريطانية. قال لي أوجد طبقة من كبار الملاك والأعيان. ماشي، مالهم؟ قال لي قدرت تستفيد من سياسة الاحتلال البريطاني وتنمو اقتصاديا ببقاء الاحتلال. يعني ايه يا مستر؟ انا عايز افهم الجزئية ديت. قال لي يعني طبقة مستفيدة، طبقة يهمها المال، يعني طبقة في خدمة الاحتلال البريطاني، طبقة في مصالح متبادلة ما بينها وما بين الاحتلال البريطاني. طالما الاحتلال البريطاني موجود احنا موجودين، الاحتلال البريطاني مش موجود احنا مش موجودين. فهنا اوجد طبقة من الملاك والاعيان. الاعيان هنا يعني اصحاب رأس المال، اصحاب الفلوس، استفادت من سياسة الاحتلال البريطاني ان هي تنمو اقتصاديا، ان هي تعلى وتعلى وتعلى. ماشي، ومصلحتها في بقاء الايه؟ في بقاء الاحتلال. طب بالنسبه للجيش، خلي بالي انا كان عند احمد عرابي اراد تزويد عدد الجيش، زياده عدد الجيش ل 18,000 جندي. بريطانيا راحت مرجعه لك مره تانيه الجيش انه لا يتعدى 6,000 جندي. ماشي، طب مين اللي يتولى قيادته؟ انت عايز تتكلم على ايه؟ على الجيش المصري؟ لا، هو جيش مصري بس هيبقى تحت قيادة ضابط انجليزي. طب مهمة الجيش ده ايه؟ الحرب، المعارك،
الدفاع عن البلاد لا، ده حفظ الامن والنظام داخل الايه، داخل البلاد. يعني زيه زي البوليس، هو بوليس ماشي، غير الجيش خالص. في فرق ما بين الشرطه وما بين الجيش. الجيش دفاع عن البلاد من من الاعداء الخارجيين. طب انما الشرطه هي اقرار الامن وحفظ النظام الداخلي بالنسبه لمصر. طب الحياه النيابيه برضو نرجع لاحمد عرابي ونقول له يا عم احمد يا عرابي، في الثوره بتاعتك انت طلبت ايه؟ اقامه مجلس النواب. احنا بقى كاحتلال بريطاني هنلغي لك مجلس النواب اللي انت عملته 1881، بس هنعمل لك مجلس شويه مجالس كده ملهاش اي 30 لازمه، يطلق عليها مجالس صوريه، صوره فقط. تمام، لا سلطه لها. ماشي، مفيش حد يبقى عارف ايه الدنيا فيها ايه، لا سلطه لا لاحدهما طبعا ان هو يعرف هذه المجالس، زي مجلس شورى القوانين ومجالس خاصه بالجمعيه العموميه ثم الجمعيه الايه التشريعيه فيما بعد. طيب ايه كمان؟ قال لي بالنسبه للتعليم، ده حاجه كويسه. انا عارف ان الاجانب بيهتموا بالتعليم، بس مش الاحتلال البريطاني في مصر. هو بيهتم للتعليم دي هو شخصيا، انما مش بيهتم بحياتك انت. تم اهمال التعليم وجعله بمصروفات مرتفعه. مين اللي يقدر عليه؟ الشعب المصري يقدر على المصروفات المرتفعه بتاعه التعليم ديت؟ لا. فتم انحصاره في فئه قليله من الايه، من الشعب المصري، اللي هم مين؟ اللي هم طبقه كبار الايه الملاك والاعيان. ليه؟ علشان عايزين شوية موظفين للعمل في الإدارات والمصالح الحكومية الخاصة بهم. يبقى هنا لو بصينا كده بوجه عام على سياسة الاحتلال البريطاني في مصر في الحكم والإدارة، قلنا أصبحت السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني، وقلنا انحصرت سلطة الخديوي في التصديق على قرارات سلطة الاحتلال. الاقتصاد فرض سياسة تخدم مصالح بريطانيا بالتوسع في زراعة القطن لتوفير مواد خام لازمة للمصانع البريطانية، محاربة الصناعة المصرية، إيجاد طبقة من الملاك والأعيان تستفيد من سياسة الاحتلال ونموه وتنمو اقتصاديا ببقاء الاحتلال. الجيش، إنشاء جيش مصري لا يتعدى 6000 جندي يتولى قيادته ضابط إنجليزي وتكون مهمته إقرار الأمن وحفظ النظام. الحياه النيابيه، قال لي الغاء مجلس النواب اللي كان عامله او تم في الثوره العربيه واحمد عرابي، وانشا عده مجالس سوريه لا سلطه لها. طبعا احدهما يعرف بمجلس شورى القوانين والاخر بالجمعيه العموميه، ثم اصبحت الجمعيه التشريعيه. مجلس شورى القوانين، الجمعيه العموميه، ثم الجمعيه التشريعيه. التعليم، اهمال التعليم وجعله بمصروفات مرتفعه وحصره في فئه قليله بهدف تخريج مجموعه من الموظفين. تعالوا نسال شويه اسئله في الجزئيه دي. تمام، بنقول من بيده سلطه، من بيده السلطه الفعليه للبلاد؟ السؤال، أقول السؤال مرة تانية، بيقول لي هنا بما تفسر فرضت تمام. بريطانيا سياسة تخدم مصالحها هي. الإجابة هتبقى إيه يا ملك؟ أنت كنت بتقولي صح. انا قلت انا قلت التوسع في زراعة القطن أيوه، ومحاربة الصناعة المصرية. تمام، ماشي، شكرا ليك. منا، م. لو قلت م. يا منا بما تفسر توسعت بريطانيا في زراعة القطن المصري. زراعة ايه؟ توسعت بريطانيا في زراعة القطن المصري. علشان فرض سياسة تقدم مصالح بريطانيا بالتوسع في زراعة القطن لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع البريطانية.
ماشي، يبقى هنا توسعت بريطانيا في زراعة القطن المصري لتوفير المادة الخام اللازمة للمصانع الايه البريطانية. طيب، بنقول مثلا ريم وريام، لو قلت ما هي مهمة الجيش في عهد الاحتلال البريطاني؟ كان حفاظ الأمن والاستقرار في البلاد. تمام، شكرا ليكم، شكرا ليمو. ملك، لو قلت دلل على صحة العبارة لم تكن المجالس النيابية ذو شأن في عهد الاحتلال البريطاني. مالك؟ مثلا دلل إهمال التعليم، أو بما تفسر جعلت بريطانيا التعليم بمصروفات مرتفعة وحصروه في فئة قليلة من من المصريين، أو حصروه في فئة قليلة. قلنا الهدف منها تخريج مجموعة من الموظفين للعمل في الإدارات والمصالح الحكومية. أوكي، طيب، سؤال هنا بقى بيقول لي ما النتائج المترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في إيه؟ في مصر. الشكل اللي احنا شايفينه ده ادى الى ايه؟ لسه معلش بعد تقول السؤال التاني. حاضر. طيب، بنقول هنا يا شباب ان ادت سياسة الاحتلال البريطاني في مصر الى ظهور الحركة الوطنية اللي كان اولها مصطفى كامل. يبقى هنا لو قال لي ما النتائج مترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في مصر، هقول له ادت الى ظهور الايه؟ ظهور الحركة الوطنية. على رأسها كان الزعيم مصطفى كامل اللي تولى قيادة الحركة الوطنية أواخر القرن ال19، بعد أن أشاع اليأس في نفوس في نفوس المصريين، في نفوس الوطنيين. طب مصطفى كامل عمل إيه؟ قال لي قام بالعديد، طبعا ألهبت خطبه ومقالاته التمسك بالوحدة الوطنية، بالإخلاص ومحاربة اليأس. طيب، كفاح مصطفى كامل كان عامل إزاي؟ في أنه اتجاه؟ قال لي كفاح مصطفى كامل كان في اتجاهين. كفاح مصطفى كامل كان في اتجاهين، داخليا وخارجيا. داخليا عمل ايه؟ قال لي اول حاجه جدد الشعور الوطني لدى المصريين وحارب اليأس. طبعا جملته الشهيره لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الايه؟ مع اليأس. فجدد الشعور الوطني لدى المصريين بمحاربة الايه؟ محاربة الانجليز، مهاجمة الإنجليز وانتقاد سياستهم دائما. خاصة كان يكتب في العديد من المجلات، منها طبعا الوقائع الوقائع المصرية. أقنع المصريين أن الجلاء ليس مستحيلا. دعا للوحدة بين المسلمين والأقباط، المطالبة بالدستور باعتباره أداة الحكم للبلاد، الاهتمام بالدعوة إلى إنشاء الجامعة المصرية، ماشي، اللي هي جامعة القاهرة حاليا، وده كان قصر لإحدى أميرات محمد علي. أسس الحزب الوطني عام 1907، وكانت هدف للحزب الوطني ده اللي هو الجلاء والاستقلال والدستور. أسس جريدة اللواء، وكانت تتحدث باللغتين العربية والفرنسية، واتخذها منبرا لخطبه ومقالاته وكفاحه. يبقى هنا مصطفى كامل عمل حركات هنا، او تمثل كفاح مصطفى كامل في الداخليا ان هو جدد الشعور الوطني لدى المصريين
أقنع المصريين أن الجلاء ليس مستحيلا، هاجم الاحتلال وانتقد سياسته، دعا للوحدة الوطنية، مطالبة بالدستور اللي اهتم بالدعوة إلى إنشاء الجامعة المصرية، أسس الحزب الوطني عام 1907، أسس جريدة اللواء عام 1900، وديت كانت باللغتين العربية والفرنسية. خلي بالي هنا، جريدة اللواء كانت بأنه لغة، اللغة العربية واللغة الإيه؟ واللغة الفرنسية، لأنه كان بيكافح مين؟ بيكافح الإنجليز ضد بريطانيا. مين الدولة اللي دايما ضد بريطانيا؟ مين الصراع اللي دائم ما بين بريطانيا وفرنسا؟ ولذلك كان يناشد الدول الأوروبية خاصة فرنسا. طب خارجيا بقى عمل إيه؟ قال لي عرف الرأي الأوروبي والقوى الدولية على رأسها فرنسا حق مصر في الاستقلال. اعتمد على الدولة العثمانية لأنها صاحبة السيادة، ما يقدرش يخلع عنها. استغل حادثة دون شواي اللي كانت سنة 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني، ماشي، وعرض سياسة القمع، وده أدى إلى استقالة اللورد كرومر. يبقى هنا لو قال لي ما النتائج المترتبة على استغلال مصطفى كامل بحادثة دنشواي، قال لي أدى إلى استقالة اللورد كرومر. بما تفسر استقال اللورد كرومر وهو أول وأشد أو أقوى معتمد بريطاني في مصر؟ هقول له بسبب تنديد مصطفى كامل بالاحتلال البريطاني واستغلاله لحادثة دنشواي. قال لي هنا الدعوة إلى ربط اتفاقية الحكم الثنائي في السودان في 19 يناير 1899. طبعا ديت كانت حصلت من أيام الخديوي إسماعيل ثم توفيق طبعا، ووافق عليها توفيق حكم السودان مع إيه؟ مع مصر. هنا رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان، عرضت بريطانيا على مصر حكم الحكم السودان جنبا الى جنب مع مع مصر. يبقى هنا كفاح مصطفى كامل ده داخليا وخارجيا. في اي مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ كل الشباب اخبارهم ايه؟ طيب يبقى هنا ده داخليا او كفاح مصطفى كامل داخليا وخارجيا. توفى مصطفى كامل في سنه 1908. مصطفى كامل توفى صغير، حاجه ويعني حاجه و30 سنه ولا حاجه، يعني كان صغير السن. محمد فريد من الشخصيات المهمه جدا. احنا قلنا مصطفى كامل اسس الحزب الوطني. محمد فريد هو الرجل الثاني بعد مصطفى كامل في الحزب الوطني، فتولى رئاسه الحزب الوطني بعد مصطفى كامل في ظروف صعبه جدا. ايه الظروف اللي كانت موجوده ضد محمد فريد؟ دايما الكفاح كان ضد الانجليز، ولكن محمد فريد كان بيكافح في اتجاهين. طيب مين اللي كان موجود في الوقت ده؟ اللي كان موجود كان الخديوي، اللي كان بيحكم مصر كان الخديوي عباس حلمي الثاني. تمام؟ عباس حلمي الثاني كان موجود مع مصطفى كامل مع الحركة الوطنية، يساند الحركة الوطنية. ولكن في عهد محمد فريد تحول الخديوي عباس حلمي الثاني من مساندة الحركة الوطنية إلى موالاة الإنجليز، ولذلك قرر محمد فريد الجهاد ضد الخديوي عباس وضد الإنجليز معه. فكان بيواجه في اتجاهين، عباس حلمي الثاني والإنجليز، وطبعا ده كان صعب جدا. طيب ايه مطالب محمد فريد او كفاح محمد فريد؟ ايضا كان داخليا وخارجيا. اول حاجه طلب بانشاء مجلس نيابي له سلطه واسعه. مجلس نيابي له سلطه واسعه.
إنشاء نقابات للإيه؟ للعمال. إنشاء نقابات للعمال. يعني إيه كلمة نقابة؟ يعني هيئة تحث على أو تنظر في مصالح الإيه؟ العمال. طيب ده أدى إلى ظهور حركة اسمها الحركة التعاونية. كانت طبعا نتيجة الإيه؟ وجود العمال في مختلف الإيه؟ في مختلف المجالات. دعا إلى إنشاء مدارس ليلية. إنشاء مدارس الشعب الليلية. ليه؟ علشان يعلم العمال والفقراء بالمجان. كان يهتم محمد فريد ويهتم أيضا مصطفى كامل بالتعليم. ماشي؟ وإن الشخص المتعلم المثقف من الصعب السيطرة عليه، وإنك أنت تحركه زي ما أنت عايز. ماشي؟ إنما الشخص الجاهل الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة من السهل السيطرة عليه. ماشي؟ وينتشر فيها الخرافات. فدعا هنا محمد فريد إلى إنشاء مدارس الشعب الليلية. طب ليه ليلية؟